يوم جديد في تاريخ فرنسا. كاتدرائية نوتردام دو باري تكشف بهاءها وتنزع عنها اليوم رداء البناء والترميم الذي ارتدته منذ 5 سنوات من تاريخ حادث الحريق الذي ألم بها، وسط مراسيم احتفالية يحضرها أزيد من 40 رئيس دولة وحكومة. احتفالية تليق بالحدث الهام الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببارقة الأمل، حدث يمثل فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. Notre-Dame, Mère très aimante, ouvre tes portes pour nous aider à chercher l'amour et la vérité, la justice et la paix. حفل الافتتاح استهل بمراسيم دينية وبالخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أود التعبير عن امتنان الأمة الفرنسية تجاه كل من ساهموا في إنقاذ، مساعدة وإعادة بناء كاتدرائية نوتردام دو باري. الحفل تميز أيضا بالمعزوفات الموسيقية قبل أن تفتح أبواب الكاتدرائية تحت أنظار العالم من طرف رئيس أساقفة باريس، إذانا بعودة الحياة لهذا الصرح الديني. وقد بادرت المملكة المغربية بتعليمات سامية من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للمساهمة في تسريع ترميم هذا المبنى باعتباره رمزا لمدينة باريس وتاريخ فرنسا ومحجا لملايين من المؤمنين، التفاتة تعكس القيم السمحة التي تتحلى بها المملكة المغربية وتعبر عن عراقة الصداقة التي تجمع الرباط وباريس. جاءت هذه الدعوة وهذه المشاركة المغربية الرفيعة المستوى في هذا الحفل، حفل الافتتاح، لتعبر وتعكس جودة العلاقات الفرنسية المغربية التي تحسنت بشكل كبير منذ دعم فرنسا لمغربية الصحراء ومنذ الخطوات الإيجابية التي عرفتها العلاقات المغربية الفرنسية. ولكن هذا أيضا يعني يعكس الاعتراف الفرنسي بالقوة الناعمة التي تتمتع بها المملكة على جميع المستويات، وبما في ذلك على المستوى الديني هناك إمارة المؤمنين التي تميز المغرب، وتواجد المملكة المغربية في هذا الحفل الديني العالمي هو اعتراف بالدور الذي تلعبه المملكة على جميع المستويات الاقتصادي، الحضاري، الديني والسياسي. الكاتدرائية فخر فرنسا التاريخي
منذ 2019 أصبحت ورشاً ضخمة وصف بورش القرن. قرابة 2000 شخص ساهموا في إعادة البناء والترميم. تحفة معمارية قوطية استخدمت فيها تقنيات حديثة لضمان سلامتها ومنع وقوع حوادث مشابهة مستقبلا. مجهود جماعي شارك فيه أيضاً عمال وصناع مغاربة. قيمة إنسانية تنضاف لهذا المعلم المعماري البديع. إنه يوم تاريخي. البناية تعود للقرون الوسطى وسقفها للقرن الثالث عشر. اعتقدنا سنة 2019 أن الكاتدرائية لن تعود لسابق عهدها بسبب الحريق، لكنها لم تحترق بشكل كلي، وأيضا أعادتها أعمال الإصلاح للوضع الذي كانت عليه في السابق. إنه مكان ثقافي ومعماري فريد من نوعه، مكان للعبادة بالطبع، ولكن أيضا أحد الشواهد الهامة للقرون الوسطى، وعمل أبدعه العمال والحرفيون والنجارون، ونحن سعداء لرؤيته يحيا من جديد. وافتتاح كاتدرائية نوتردام ليس حدثاً عادياً، لحظة استثنائية تعيد لهذه المعلمة الدينية والتاريخية ألقها. الملايين عبر العالم يتابعون الحدث، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يتابع إلى جانب الشخصيات البارزة الحاضرة. يتابع سموه فقرات هذا الحفل الذي يؤرخ لعودة الحياة من جديد لهذا الصرح المعماري العريق. تراث إنساني عالمي كانت قبل الحريق تستقبل ما بين 12 إلى 14 مليون سائح سنوياً، وهي اليوم تصبو لتحقيق المزيد. نشعر بالفرح. أتينا من بوردو لرؤية الكاتدرائية تفتح من جديد. هي المكان الأول الذي نريد أن نزوره بعد عودتنا لباريس. إنه بالفعل مكان رائع. كاتدرائية نوتردام جميلة جدا، لقد رأينا صورها عبر التلفزيون. نتمنى أن نتمكن من زيارة الكاتدرائية. سيكون المكان مكتظا بالحضور. بعد سنوات طويلة استغرقت أعمال إعادة البناء، حدث هام نعيشه اليوم، حيث سيتم افتتاحها اليوم بحضور رؤساء دول وحكومات. لحظة فريدة من نوعها سيتابعها الملايين عبر العالم، وهي فرصة للشعور بالسلام الكلي. وقد تم جمع 843 مليون أورو من التبرعات لإعادة الترميم، حيث كلفت المرحلتان الأوليتان حوالي 700 مليون أورو، وسيخصص المبلغ المتبقي للمرحلة الثالثة من الترميم التي تشمل على الخصوص واجهات المبنى، وهي أعمال كانت مقررة قبل وقوع الحريق ومن المتوقع تنفيذها السنة القادمة. على جنبات نهر السين تنهض سيدة باريس من جديد. 5 سنوات كانت كافية لترميم ما أفسده حريق أتى على سقفها العتيد وبرجها. فخر إنساني ومجهود جماعي شاركت فيه المملكة المغربية بالمبادرة الملكية السامية وبالحضور الوازن لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ممثلا لجلالة الملك محمد السادس. والكاتدرائية اليوم تكتب صفحة في تاريخها الطويل وتتطلع نحو بناء مستقبل تتوحد فيه القلوب وتعيش في عالم بسلام، عالم تغيب عنه الأزمات. طموح قد يبدو صعبا، لكنه على الأقل يبقي تحقيقه على قيد الأمل. من باريس نوال القراري وعبد الرحيم فيلول للقناة الأولى. وبقصر الإليزيه بباريس حضر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مأدبة عشاء أقام الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون والسيدة بريجيت ماكرون على شرف رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية المدعوين لحفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس بحضور العديد من رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية.